لو قدامك 10 كيلو من ورق العنب هتلفيه في ثواني، مش هياخد معاكي وقت خالص بالطريقة دي. اول حاجة معايا مية مغلية هحط فيها الملح وسنة كمون. وانا بقى كان عندي ورق عنب مخزناه. طريقة التخزين دي انا ما عملتش فيها اي حاجة غير اني يدوب جبت ورق العنب وحطيته في اكياس تلاجة ولميت بس الطروف بتاعته عشان ما تتكسرش في الفريزر، وقفلت الكيس كويس وشلته. والطريقة دي احسن من ان احنا نلفه في استرتش راب لانه مضر جدا. لو طلعناه من الفريزر حطيناه في ميه مغليه، هو صحيح ما بياخدش معانا مكان في الفريزر لانه بيبقى قافل على ورق العنب كويس قوي مهما كانت الكميه، بس اكياس التلاجة افضل، لان زي ما شفتوا كده طلعت على طول ورق العنب من كيس التلاجة وحطيته في الميه المغليه، بيكون اسهل ما يكون ملفوف في استرتش راب. بصوا بقى انا بفكه من بعضه كده في الميه المغليه عشان في اجزاء ما وصلتش ليها الميه فلسه خضرة زي ما هي. افرده كده وافكه من بعضه في الميه المغليه، واول ما يغير لونه اطلعه على طول، ما بياخدش معانا وقت خالص. وبصوا في الميه مفيش اي حاجه متكسره، الورق طالع سليم زي ما هو. بطلعه بقى في طبق فيه ميه عاديه من الحنفيه واغسله كده 3-4 مرات لان بيبقى فيه رمل ناعم جدا، فنغسله كويس قوي كذا مره. هقص بقى العنقود بتاعه بالمقص واخليه على الجزء الخشن اللي احنا هنحشي فيه الرز، والجزء الناعم ده اخليه من تحت لان هو ده اللي هيبقى من بره. اوضبه بقى، اخلي الورق الكبير لوحده والوسط لوحده والصغير، والحتت الصغيرة خالص دي اللي بنكمل بيها الورق. لو في ورقة متقطعة مننا ولا حاجة نكمل بالاجزاء الصغيرة خالص دي. اغطيه بقى بستريتش راب وهدخله التلاجة لان انا كنت عاملاه قبلها بيوم، بجهزه كده قبلها بيوم واشيله في التلاجة وتاني يوم اعمله بالشكل ده كده. بيسهل عليا كتير لما بوضبه كده، ما بياخدش معايا وقت خالص. بعد كده بقى حلة على النار حطيت فيها معلقة سمنة ومعلقة زيت. هحط بقى بصلتين كبار مفرومين، مفرومين في الكبة او بشوريهم بالمبشرة. انا مش عايزة البصلاية تاخد لون، يا دوب بس كده هي هتدبل. واحط عليها صلصة الطماطم على حسب بقى كمية الرز اللي انتوا عاملينها وكمية ورق العنب اللي انتوا هتعملوها. هحط بقى رشة ملح، فلفل اسود، وكمون، واحط كمان بابريكا وشوية من الكزبرة. احط كمان شوية من السبع بهارات واقلب بقى كل ده مع بعض واسيبها بقى لحد ما تتسبك بالشكل ده كده. ما تتقل معايا كده بالشكل ده هضيف عليها الخضرة، شبت وبقدونس. دي خضرة كانت عندي في الفريزر، لما بعمل الخضرة بتاعة المحشي بعمل كمية كبيرة شوية واشيل شوية في الفريزر، بتنفعني في اي وقت انا مستعجلة فيه. وطبعا مفيش احسن من الحاجة اللي بتبقى صبحة كده وطازة اليوم بيومه، تبقى لونها كده فاتح واحلى طبعا. بس الحاجة اللي في الفريزر بتنفعنا في اي وقت احنا مستعجلين فيه، فبتكون منقذة اوقات. معي بقى الرز غسلاه ومصفياه، حط عليه التوابل، نفس التوابل اللي احنا حطيناها في الصلصة. حط ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمون والسبع بهارات ورشة كزبرة. لو حابين تضيفوا شطة ضيفوها. حطيت كمان معلقتين كبار من السمنة. اقلب بقى كل ده مع بعض كويس. بعد كده هحط عليه الصلصة واقلب بقى كل ده مع بعض. عايزين لون الرز كده يبقى محمر ولونه حلو،
بصوا بقى بعد ما قلبته يعني حسيت ان هو لسه محتاج سنة صلصة كمان، فحطيت معلقة من الصلصة الجاهزة تديله برضو تطعيمة حلوة. هقلب بقى كل ده مع بعض تاني، وبقى جاهز معايا احلى خلطة هتعمليها للمحشي. بعد كده بقى في الحلة هرص شرايح طماطم وشرايح من البصل، ممكن تحطي كمان جزر، شرايح ليمون زي ما تحبي. ارصها بقى كده عشان ورق العنب ما يلزقش مني في الحلة، وهتديلها برضو تطعيمة حلوة. افرد بقى كيس تلاجة، واجيب ورقة كده من ورق العنب افردها على كيس التلاجة، واحط شوية من الرز. افرد كده الرز بالطول على ورقة العنب عشان انا عايزة اعمله بالشكل الكبير شوية، تغيير عن الشكل اللي احنا متعودين عليه الصغير. اقفل بقى بكيس التلاجة واحط عود الشيش طاووق ده، واسحب الكيس هيطلع معانا بالشكل ده، شكله لذيذ جدا. وكمان الحركة بتاعت الكيس التلاجة ده وان احنا نسحبها بتخلي ورق العنب متقفل معانا كويس جدا، غير ان احنا كمان لما نعمله بايدينا ما بيبقاش متقفل كويس، ممكن يفك مننا. الحركة دي بقى بتخليه متقفل كويس قوي، بيطلع معانا بالشكل ده في الاخر، شكله لذيذ جدا. بصراحة انا حبيت ده اكتر عن الصغير اللي احنا كنا بنعمله متعودين عليه. وطبعا في ناس برضو بتحب اللي هو الصغير، تقدري بقى تتحكمي في الشكل اللي انت عايزاه، عايزاه صغير عايزاه كبير زي ده زي ما تحبي. احط بقى الرز كده بالطول واقفل من الجناب، ويا دوب بس كده اقفل اول تقفيله واغطي بكيس التلاجة واشد كده يطلع معايا بالشكل ده في الاخر. خلصنا بقى كل الكميه، واهم حاجه طبعا التسويه المظبوطه، وخطوه مهمه جدا عشان يفضل محتفظ بالشكل ده وما يبص معانا في الحله. هرص بقى كده شويه بالطول وشويه بالعرض عشان يطلع معانا مظبوط لما نيجي نقلب الحله. ارصه بقى كده بالشكل ده، طريقة سهلة جدا مش هياخد معاكي وقت خالص، وهيطلع معاكي بالشكل جميل جدا. بعد كده بقى حطيته على النار تكون عالية، هحط عليه طبق تقيل كده بالشكل ده، وهضيف عليه شوربة تكون مغلية. لو مش عندك شوربة تقدري تعملي مية مغلية وتحطي عليه مكعبين من مرقة الدجاج، مكعب مرقة، وتحطي الملح والفلفل الاسود ورق لورا وحبهان، وتسقي بيه ورق العنب، وتسيبي النار عالية لحد ما يتشرب، وبعد كده تهدي النار خالص. والطبق ده بيخليه محتفظ بشكله، ما ينفش كده والشكل يبوظ مننا في الحلة. بصوا بقى قلبناه، وعايزة اقول لكم بجد شكل وطعم وريحة رهيب، احلى ورق عنب هتجربوه هيعجبكم جدا. الخضار اللي معايا ده كمان بيبقى طعمه تحفة، ما بيخليش الورق عنب يتلزق مننا في الحلة. بصوا بقى شكله لذيذ وطعمه تحفة. بصوا كمان لون الخلطة من جوه محمر ازاي، لذيذ جدا، جربوه هيعجبكم قوي. ما تنسوش تحطولي لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا، قولولي ايه رأيكم، اكتبولي تعليق ولو بحرف عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. شكله تحفة. بصوا لما قلبناه فضل محتفظ بشكله ازاي، جربوه قولولي ايه رأيكم فيه.